كشفت تقارير إعلامية إسبانيا أن الدولي المغربي أشرف حكيمي يتطلع للالتحاق بزميله بباريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي بعد ترويج أخبار انتقاله إلى فريق ريال مدريد. وأفادت موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن حكيمي يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد ومجاورة زميله الحالي بفريق عاصمة الأنوار مبابي الذي بات قريبا من مغادرة النادي الصيف القادم نحو الليغا. وأورد المصدر ذاته أن انتقال حكيمي إلى ريال مدريد سيكون مفيدا للفريق الفرنسي وسيضخ مبلغا ماليا جيدا في خزينة النادي في حال بيع عقده الصيف القادم، علما بأن الإدارة لا تنوي التفريط فيه مجانا كما سيقع لمبابي. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العلاقة المتميزة بين مبابي وحكيمي ستفيد النادي الملكي في حال انتدابهما بحكم التناغم في أرضية الميدان. وأبرزت أيضا أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيكون سعيدا لانتداب حكيمي بحكم أنه يجد صعوبة في مركز المدافع الأيمن، خاصة مع تقدم داني كارفاخال في السن. وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية وشبكة ESPN أن قائد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم كيليان مبابي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني عندما ينتهي عقده الحالي مع نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا في نهاية الموسم الحالي. وكان أشرف حكيمي قد انتقل من أنتر ميلانو إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون يورو، ويمتد عقده مع ممثل العاصمة الفرنسية إلى غاية نهاية يونيو سنة 2026.